ما في شيء، بس عصابه اجت من برا، يعني عددهم مو اكثر من 50 ولا اكثر من 30، هن كثير قلال. وقفوا على الشبابيك، كيف فاتوا على الجامعه ما بنعرف، فاتوا على الشبابيك وصاروا يضربونا بالحجار ونزلوا لتحت مشان نعلق معهم، وخلوا بنات، يعني هدول البنات مشتركين معهم اكيد، خلوا هدول البنات يضربونا بالحجار مشان نعلق ويصورونا انه هي مظاهره، بس نحن ما في شيء ابدا بالجامعه، نحن كثير سلميين وكثير عايشين بامان، بس مشان الجزيره والعربيه تاخذ الاخبار وهذا كل شيء. القصه بالضبط مجموعه من الطلاب من كليتنا لا يتجاوزوا 15 طالب بداوا بالهتافات المتعدده بكل اشكال الهتافات اللي عم نسمعها على الفضائيات، وما شفنا غير قسم من العالم بلشت تنط عن السور وتنضم لهم. ايه قسم من طلابنا وقسم من المجموعه اللي كانت موجوده والقسم الاكبر صاروا يهتفوا باسم الرئيس. كل الناس كانت متعاونه بانه ما حدا يصطدم معهم، كل الناس كانت متعاونه بانه ما حدا يصطدم معهم. وقفنا صف من الشباب المتحمسين اللي عندنا لحتى نمنعهم وقدرنا ننجح. ايه والامن ما بس يا شباب، يوم اللي حاولنا نحاكيهم لنهدي الوضع ولا نفرطها، هددوني شخصيا، قالوا لي عرفناك، وانا رضيان انهم يعرفوني. نحن هون بالجامعه باسم الطلاب كلهم ما بدنا شيء غير نعيش بكرامتنا. شباب ما بدنا غير نعيش بكرامتنا، وما بدنا غير نكمل رسالتنا. بس نحن كنا هون كلياتنا سلمية، كل الطلاب مع بعض، نتفاجئ بعالم من برا السور مع عصايات عم تهجم على الجامعه، عم نتفكر ما بنشوف غير ضرب بالحديد، ضرب بالعصايات، وعالم مستفسب وعالم بتغلط بالحكي. ليك كيف ضربوا؟ انا شوي هلا تهدج الدم من عيني. يعني الشاب ضربني بعرفه، انا ولا بحياتي شفته بالجامعه، دائما انا بيجي هون ولا بحياتي شفته. هي بلشت القصه قبل الساعه 12، كان احد الطلاب بده يفوت على البهوه الكليه بدون بطاقه جامعيه او هويه او اي اثبات على شخصيته. الحرس على الباب ما فوته، حاول مره وثنتين وثلاثه ما فوتوا الحرس، رجع منين فات ما بعرف، فات صار يبوس الشباب وكذا، جماعه يبدو بيعرفوا، قعدوا هون بالارض وبلشوا مسيره بالروح بالدم نفديك يا درعا وحريه والى اخره. بلشت ناس تصور من فوق من نفس التوقيت، بعد ما خلصوا تصوير بلش يرمونا بالقنانه. طبعا بهالوقت كان في كثير طلاب عم تفوت من السور، لسه ما كان في لا امن ولا شيء، فات اكثر من 50 طالب. انا شفت طلاب بتعرفوهم؟ ما بنعرف، من جوا الكليه من برا الكليه ما بنعرف، شباب بس ما بنعرف اكثر من هيك. فاتوا عن السور وبلش يضربونا بالقنانه، ونحن هون عم ننادي بالروح بالدم نفديك يا بشار، لا عم نحكي واحد ولا عم هن هنيك ونحن هون. بلش يضربوا بالقنانه، كل واحد يشلحق شاطئ ويجوا يضربوا عصي، منين جابوها ما بعرف. الامر كله مبيت، يعني مو وليد اللحظه. هذا اللي شفناه نحن. انا اول ما اجيت كانوا كلياتهم هيك، انا جيت الساعه 12 فلقيتهم كلياتهم الناس هنيك عم تصيح وهيك، وهنا هون عم ناس عم تهتف مع الرئيس. فهداكم كمان عم بيجوا عم بيقربوا عم يضربوا، وسمعت طلاب عم بيقولوا في من بيناتهم عم بيقولوا هجموا عليهم. وفي ناس عم بيقولوا انه بدنا نضرب وبدنا ما بعرف شو ودرعه وحريه وهيك. طيب انتم بتعرفوهم شايفين شيء هدول الطلاب؟ لا ما بعرف. اول مره بشوف. ناس من جوا وناس من برا، يعني في كبير من برا، ايه نص في قسم كبير من برا. بتعرف حدا منهم انت يعني؟ لا هلا هن كانوا عم شو اسمه، كانوا عم ايدين الرئيس بشار الاسد موجودين هون، وهنيك عم يوقفون هنيك. ما بلش يزتوا هنيك، واحد اجت بعينه ليونه ازاز، يعني اجت فاتت بعينه قدامي، يعني ضربوا عم يلفوا من ورا ويضربوهم فيهم. يعني هي مو اسمها حريه، هي ما اسمها ديمقراطيه انه انت عم تطالبوا فيها. في بعض وسائل الاعلام عم تقول انه حضرتك عميد الكليه اعطيت امر للحرس الجامعي باطلاق النار على المتظاهرين اول. والله الشيء هذا يعني أكيد المشاهدين في الكلية كانوا معي جنبا إلى جنب، وكنا عبارة عن طلعت يعني مسيرة بالأساس مؤيدة، وفي كم عنصر 20 أو 30 طالب يعني كانوا عم قايمين يعني باعتصام سلمي، وكان بالتعامل بين الجهتين بمنتهى الرقي ما في كان أي شيء يعني
حتى ما صار إساءة بين الجهتين. الكلية ما في شيء، عبارة عن طلاب ما بيتعدى عددهم 20 أو 30 طالب، دخلوا التجأوا لقسم الفيزياء، مبنى قسم الفيزياء، وصاروا طبعا بعض الناس يقولوا انه عم بيكسروا او كذا. كان ما في اي شيء من هالقبيل. طلعنا على المبنى وتفحصنا، عبارة عن عدد ضئيل جدا من الطلاب دخلوا من باب وانسحبوا من الباب الثاني، وما كان في اي إساءة. وكل ما يقال بوسائل الإعلام الأخرى أولا غير متأكدين من صحة النبأ، والشيء إذا كان في هيك نبأ فهو عاري عن الصحة. وأنا ما تركت الكلية ولا لحظة.